السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب اصلح حال العباد والبلاد، وانصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف لي الحاج ابو ايمن، دعواتكم يا حبايب قلبي. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. ويرحم بنتي وجوز بنتي ويرحم جميع موتى المسلمين. حبايبي ما تحرمش منكم ابدا. طبعا انا من ساعه ما كنت فاتحه اللايف اللي هو اول امبارح، طبعا يا جماعه انا مش فاضيه، مش قاعده لاجئه زي اللي قاعدين على اليوتيوب 24 ساعه. ورايا طلبات بيتي، ورايا مصلحتي، مش قاعده كده على الكرسي 24 ساعه يا جماعه. طبعا هتتكلم عن ايام وايمن. طبعا يا جماعه انا مش عاجبني الوضع خالص، مش عاجبني السفاله وقله الادب والوقاحه اللي على اليوتيوب. انتوا عارفين 3 قنوات انتوا عارفينهم، مفيش داعي لذكر اسم، انتوا عارفينهم هم سببين اعراض قله ادب سفاله. قاعدين ماسكين الشيخ ام فالح ليل ونهار، قاعدين ماسكين حلميه ليل ونهار. دي مش موضوع يا جماعه ان هم بيدافعوا عن زاهيه. يا جماعه الخير، اللي يحب دي يحب دي، انا اللي اعرفه كده. دي لها غلطات وده لها غلطات، وبقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. طبعا يا جماعة الخير، انتوا عارفين البني ادم اللي ماسكة حلمية ليل ونهار هم ال3 قنوات يا جماعة. وما كمان الرابعة اللي انا كنت مغشوشة فيها بقت زيهم، بس هي بتصطنع ان هي بقى ايه. لا ده الاخوات، ليه دي مش عارفة ايه. انتوا عارفين انا بتكلم على مين. طبعا يا جماعة الخير، كان الأول بقى بيدافع عن زاهية، سابوا زاهية ومسكوا في مين؟ مسكوا بقى في الشيخ أم فالح اللي ستهم وطاج راسهم، اللي ستهم وطاج راسهم. وبيشتموا فيها عشان يجي لهم الدعم ويجي لهم الكراتين، وفعلا جالهم الكراتين وجالهم الدعم. على مين؟ يعني ام ناصر تدعم اللي بيسب في اختها. عرفت يا حبايب قلبي؟ بتدعم اللي بيسب في اختها وبيشتم في اختها. هما مش عارفه والله، انا بستعجب على كده. طبعا يا جماعه دي بقى هبقى اعمل لهم لايف ان شاء الله. بس انا عايزه اتكلم على مين؟ على ام طارق. هتكلم يا جماعه على حلميه داوود. طبعا يا جماعه لا باني لا بين حلميه داوود ولا زاهيه، ولا بقبض من دي ولا بقبض دي. وانا قلت لكم العيله كلها عجينه وطينه واحده، والزيت مش زيتون، كلهم على بعضهم شحاتين ومتسولين. كلهم على بعضهم ما بيحبوش الفلوس، كلهم على بعضهم يبيعوا ابوهم ويبيعوا اخواتهم عشان الفلوس والدعم. ما دي معروفه يا جماعه الخير. بس بالنسبة بصراحة الحلمية، الست دي ما بتغلطش، اللي أنا بشوفه إن هي ما بتغلطش. لا حطينا عليها بالشكل ده. طبعا النهاردة يا جماعة الخير أنا شفت كومنت بيكتب عند الولية اللي هي قاعدة ليل ونهار دي. أنا بستعجب على الست دي. يا ست أنت ما بتتعبيش وأنت قاعدة؟ ما بتصدعيش، ما بتدخيش، ما بتناميش؟ أقسم بالله يا جماعة أنا بستعجب على كده. داخل لها حد بكومنت بيقول لها خلي ام ناصر تجيب للبني ادمه دي ذهب، اللي هي ماسكه حلميه عشان تسيب حلميه. قالت لها لا، لا احنا هنفضل ويا المظلوم. مظلوم مين؟ ده انت ما حد سب عرض نرمين الا انت يا مرة. انتوا الاتنين اللي معاكي انتوا اللي سبط عرض نرمين، انتوا اللي بهدلتوا نرمين وبهدلتوا حلميه. ولحد الان مش عاجبكم حاجه. انا عايز اعرف هي الست ده عملت لكم ايه؟ الست ده عملت لكم ايه؟ بدل ما انتوا قاعدين 24 ساعة ماسكين وبتصبوا في عرض ام فالح ونرمين وحلمية وكل اللي حواليها. على الأقل ده عندها محتوى، على الأقل حلمية عندها محتوى. جابت الزيتون وخزنته، بتعجن وبتخبز وبتشوف محتواها، قاعدة بتعمل محتواها، مش قاعدة على الكرسي لصب الأعراض والشتيمة وتاخدوا فلوس حرام تتحط في كرشكم، حار ونار في كرشكم، على على عرض نرمين وحلمية وغيرها 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 وغيرها. عرفت يا حبايب قلبي؟ دول قاعدين على قد كده، يعني تقعد على الكرسي وتشتم ويشتموا في اسيادهم وهم. يعني انا بستعجب والله، والله يا حبايب قلبي انا بستعجب. انتوا تروحوا من ربنا فيها، اقسم بالله انا بشوفكم انا بحزن. والله العظيم يا جماعه الخير، وربنا انا بشوف الناس دي انا من جوايا بحزن على ان هم قال لي يوصلهم لكده عشان خاطر الدعم وعشان خاطر الفلوس. يعني واحده زي الشيخه ام فالح دي نازلين فيها شتيمه ليه؟ عملت لكم ايه؟ انا مش عارفه. عملت لك ايه يا شخيره؟
حلمية عملت لك ايه يا شيخة ماسكاها ليل ونهار؟ انا عايزه اعرف، هي دي مش اخت زاهية حبيبتك؟ مش اخت حنان واخت شريهان حبايبك دول كلهم؟ ها؟ دي مش اخت مصطفى؟ يعني انا عايزه اعرف اشمعنى دي اللي انت ماسكاها ليل ونهار واخداها غسيل ومكوى؟ السبب؟ انا عايزه اشوف له سبب. على الاقل هي الست شايفه محتواها وبتقضي طلبها. لا انت مش عاجبك بقى طلبها، دي منتنه، دي معفنه، دي مش عارفه بتعمل ايه بتودي ايه. يا ست الاكل هي اللي بتاكله، الشرب هي اللي بتشربه، حاجتها بتعملها لبيتها. يعني يا جماعه الخير انا ما شفتش ولا اشوف بني ادمه زي دي سببت اعراض قاعده 24 ساعه. عارفين يا جماعه انا ام النوم الان فاتحين اقضي طلب، وانا مثلا انام شويه القاهم فاتحين. انتوا ما بتتهدوش، ما بتتعبوش، ده انتوا ذنوب بتشيلوها. اعملوا حسابكم والله مهما يجيلكم، والله والله ربنا ما هيبارك لكم في جنيه. جاية على صب عرض ام طارق ولا نرمين ولا الشيخ ام فالح اللي ستكم وطاج راسكم ولا اي حد انتوا بتسبوه، هيبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني هنشوف فيكم آية. احنا هنشوف فيكم آية. والله يا جماعة انا مفضيت، انا مش شكل الناس دي، انا مش زي الناس دي. انا شايفة طلبات بيتي، انا فعلا جبت زيتون وخزنته وجبت عدة طماطم وعملتها لان انا مش فاضية من بيتي. مانيش قاعدة يا جماعة 24 ساعة عشان خاطر الدعم. ده بيسلموا الادوار لبعض يا جماعة. دي تبقى فاتحة المرة الكبيرة اللي هتروح من ربنا في قاعده طول الليل يا جماعه. الفجر يدا وهي قاعده، الظهر يدا وهي قاعده. يا ست انت ما بتتعبيش، انت ما بتخدليش، ده انت ماسكه اليوتيوب كله صب عرضه، مش مخليه حد إلا لما صب عرضه. اقسم بالله يا جماعه ما مخليه حد إلا لما بتصب عرضه. واللي يخش لها كله ده عشان الفلوس. روح عند فلانه، هم جوز القنوات اللي معاها دي كانت تقول لها فتحتي؟ طيب. والتانية تقول لها فتحتي؟ يلا بقى روحوا على هناك. وعندها شوية متابعين حار ونار في جسمكم، شوية انتوا اقسم بالله حطب جهنم. هتروحوا من ربنا فين؟ هتروحوا من ربنا فين؟ لمن رحم رب لو في حد فيكم حلو. معاكم عليكم شي حا حا. حلمية عملت لكم انا مش عارفه، الشيخه ام فالح عملت لكم انا مش عارفه. هي ام فالح دي مش اخت ام ناصر؟ وام ناصر اخت ام فالح. هي حلميه دي مش اخت زاهيه؟ وزاهيه اخت حلميه؟ واخت حنان اللي بتخش لك يا شهيره؟ واخت شنهار دي ولا اسمها ايه؟ يعني انت اشمعنى ماسكه في دي؟ والله هو الاوردر جاي لك امسك في حلميه ليل ونهار. هم اخوات والدخل بيناتهم خارج، اقسم بالله واصطلحوا ما حد هيعرفك. والله انتوا ما بتحبوا زاهيه ولا بتردوها ولا بتحبوها، بأمارة ما انتوا سبتوها عشان خاطر الدعم والفلوس، عشان ام ناصر. لكن انتوا هتروحوا من ربنا فيها. على الاقل حلميه لها محتوى، ست بتعجن وبتخبز وبتعمل طلبات بيتها ويا ريت عاجب. مسكينه يا جماعه غسيل ومكوى. انا زعلانه، انا زعلانه يا جماعه. كل واحد له غلطات بس ما يبقاش بالطريقه دي، ده ما يبقاش بالطريقه دي. اتقوا الله شويه، ارحمونا شويه. ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالله جهنم وبئس المصير انتوا التلاته. يلا يا حبايبي مع الف سلامه، هحط اللايك.